ازاي اقدر اصلح العمود الدائري على برنامج ريفت، وازاي اشوف الطريقه العاديه وكمان النيفيات ار اكس ممكن تفيدني ازاي، او هل ينفع اصلا اصلح بيها ولا لا. ده كان سؤال مهندس من المهندسين اللي معايا جوه جروب ريفت شوب دروينج باي ريفت في اللايف اللي بنطلعه كل اسبوع عشان نتابع مع الناس تفاصيل الكورس، ولو عايزين يسألوا في اي اسئلة. وهو لقيت ان السؤال ده بيتكرر كذا مرة، فقلنا ان احنا نعمل فيديو وننزله للناس كلها بحيث ان هي تستفيد بالمعلومة دي. زي اي element في الريفت عشان نصلحه بناخد ديتيل، دي اول طريقة يمكن هنشتغل عليها، وبعدين ابتدي اكبر الكروب فيو كده. ده يمكن العمود بتاعي اللي احنا عايزين نشتغل عليه، واروح اخد ديتيل تاني بالشكل ده، بعدين افتح دي واجي من هنا اغير الشكل بالمنظر ده، وبعد كده ابتدي اسلح العمود. بس قبل التسليح لازم اتاكد من الكفر، وبعد كده اقول له ريبار، وبعد كده اجي من هنا اختار شكل الكانة بتاعتي. طب هي دي ولا دي؟ دي الكانة بتاعت البايل اللي هي بتكون متصلة كلها ببعض، لكن دي الكانة بتاعتي. واجي من هنا وادوس كليك بس بعد ما اختار القطر بتاعي اللي هو 8 ار. طب انت عايزها كانة واحدة ولا عايز تيجي من هنا وتقول له فيكسد نمبر او ماكسيموم سبيسنج، مثلا المسافة كل 150، وتعالى ندوس كليك هنا. طيب هو فين قفل الكانة؟ لو لاحظت ان انا عندي هنا دي مجموعة الخطوط، ولو عايز اطلع القفل هو عامل زي اوفرلاب كده مع بعضه. ولو عايز تطلع القفل فتيجي من هنا وتقول له عايز 35 الايدج، وعايز ده كمان 35 الايدج للهوك بتاعي، وممكن تلم الشكل بتاعك بالمنظر ده. طيب بعد كده انا عايز ابتدي اوزع السياخ الطولية، فهمسك برضو الشكل بتاعنا ونقول له ريبار، ونيجي هنا نختار السيخ، نلاقي ان هو نازل عندنا بارل تو ورك بلان. لا انا هقول له بربنديكولار تو ورك بلان، واجي اقول له هنا فيكسد نمبر مثلا عايزهم 8. بس لو جيت كده بصيت لقيت بص ال8 ما بياخدوش الكيرف بتاعي، فانا هرجع تاني واقول له لا سنجل، هو سيخ واحد فاي 16. ازاي نقدر بقى نوزع السيخ بتاعنا دوت؟ هنروح نمسك السيخ بتاعنا بالشكل ده، نروح للاري، هيقول لك ان السوفيستيك والجروب والبارت والاليمنت، عشان انت محمل معاك السوفيستيك ممكن تكنسل، وهتلاقي نظامين لينير وراديال. هتختار الراديال وتقول له جروب، وبعد كده تقول له عدد السياخ بتاعتك اللي هو 8 سكند، وتدوس على هنا الانجل. طب انا ملاحظ ان انا هلف حوالين السيخ بتاعي، فعشان انا احدد سنتر تاني فبدوس سبيس، وباجي من هنا احدد الشكل بتاعي لحد الاخر. ممكن مثلا لو انا عايز 8 فهقول على زاوية 45، فادوس كليك فلاقي الشكل بتاعي طلع بالمنظر ده. وكده انا قدرت اوزع الصياغ بتاعتي. اول ما تدوس اوكي هيقول لك ان دول مش هيكونوا جروب اليمنت، وهيفكهم لي، وكل سيخ هيكون لوحده زي ما احنا شايفين كده. بعد كده لو رجعت بصيت كمان في الاليفيشن بتاعك هتلاقي السياخ بتاعتك طلعت، وتقدر تتحكم فيها زي ما انت عايز. الطريقة التانية لتسليح العمود بتاعنا ان انا ممكن احول العمود دوت لعمود دائري، وبعد كده بدل ما اختار الريبار اختار النافييت ار اكس، والنافييت ار اكس اختار الكولم. فهنلاقي ان هو كمان اتعرف على الشكل بتاعنا، ونقدر نخش فيه البارز ونختار شكل البارز الاساسية بتاعتي الاول اللي هي فاي 16، وبعد كده اقول له ان انا العدد بتاعي انا كنت عايزه 8، واروح للاستيرة فلاقي ان الاستيرة بتاعتي بالشكل ده. ولو عايز ابتدي اكثف كمان اقدر اكثف عندي نفس العمود العادي، وفي الاخر احط الاشاير بتاعتي واقول له اوكي. بس هتلاقي ان احنا
لو رحنا بصينا على السياخ بتاعتنا هنا برضو كل سيخ لوحده زي ما احنا شايفين، وهنا برضو كل سيخ لوحده. ولو ما هنيجي كمان نبص في السكشن هنلاقي طبعا التكثيف بتاعنا اللي احنا عملناه لكل مجموعة، ولكن كل سيخ لوحده. وفي الغالب لما نيجي نطلع شوب دروينج للسياخ دي فاحنا عايزين نكتب عليهم 8 مرة واحدة، مش هنطلعهم سيخ سيخ واحد فاي 16. ولو عايز الفيديو ده يوصلك بتاع ازاي نعمل برزنتيشن كامل للحديد بتاعنا للعمود الدائري، سيب لي كومنت تحت الفيديو ده.